خلف الأبواب الموصدة وبعيدا عن أعين الرقيب يتم عنوة خلع الحياء والتنكر لكل العادات والتقاليد. فتيات يعرضن أجسادهن في غرف الدردشة على الإنترنت وبلا مقابل غالبا، فما أن تنصب إحداهن الكاميرا أمامها حتى تبدأ بالتعري ناثرة فتنتها على ما يزيد عن 300 شاب من مختلف الأعمار. يرى البعض أن التعري على الإنترنت يمكن أن يقرأ في سياق ظاهرة النفاق الاجتماعي، خصوصا وأن خطابنا الديني والتربوي وبحسب رأيهم لا يهتم بترسيخ الرقابة الذاتية ويقدم المظهر على الجوهر، مما يحرض البعض على لعب أكثر من دور ولبس أكثر من قناع. النساء يبحثوا عن المشاعر ويبحثوا عن الإعجاب، هذا الإعجاب اللي هو بيكون متوفر، والكلمات اللي بتحصل عليها في قضية الإعجاب بشخصية هذه البنت وحتى إعجاب بجسدها، وقد تنزع قطعة قطعة حتى إنها تحصل على الإعجاب. لكن في مقابل ذلك لا يعتبر الكثيرون أن التعري على الإنترنت يرتقي ليصبح ظاهرة، بل هو مجرد حالات معزولة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الغالبية الساحقة من فتياتنا حريصات على الاحتشام واحترام العادات والتقاليد، ويرون أن كاميرا النت يمكن أن تكون وسيلة مفيدة كاستخدامها في التواصل الأسري أو في التطبيقات الدراسية كالمحاضرات العلمية والندوات الفكرية. يرى الكثير من الشباب والفتيات أن محرمات المجتمع التي لا تنتهي وبحسب رأيهم تدفعهم إلى التخفي والإبحار في علاقات تتمرد على كل الأعراف والتقاليد، بحثا عن الحب تارة وإرواء للغرائز تارة أخرى، خصوصا وإن الإنترنت يمنحهم الفرصة للبوح برغباتهم المكبوتة دون خوف أو وجل. البنات بيستخدموا الكاميرات باسلوب سيء وبياخدوها غرفتهم، وحتى اهاليهم ما بيعرفوا انه عندهم كاميرات، وما بيعرفوا اساسا بناتهم بايش بيستخدموا اللابتوب او الكاميرا. البنت تشتري كاميرا بسعر بخيص جدا، 70-75 ريال، تاخذها تحطها بالغرفه، تسكر الغرفه وتعرض. ورغم وجود آلية صارمة لحجب المواقع المنافية للأخلاق في السعودية، إلا أن مواقع الدردشة والعرض تلك متاحة للجميع، لتصبح شريحة المراهقين هي الأكثر ارتيادا لمثل هذه المواقع. تتنقل العدسة على أجسادهن لتصل الصورة بكل تفاصيلها إلى الطرف الآخر، وكلما أمعنت إحداهن في التعري كلما حصدت المزيد من الإعجاب لتصبح نجمة تصفق لها الجماهير، أو هكذا يخيل إليها. بدل ما نثور الآن إنه ليش تطلعوا صور زي كده، نقول ليش بيحصل في بيوتنا شيء زي كده، ليش أولادنا بيدخلوا لأنه يا جماعة في فضول، في بحث عن أسئلة ما بنجاوبهم عليها من هم صغار، ما بنجاوبهم، بنقول عيب وحرام وعيب 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 وعيب، ما بنجاوبهم، وبنقول ما بكره يتعلموا، ما بيتعلموا غلط للاسف الشديد. ما بنحتويهم، ما بنديهم الامان، ما بنديهم مساحه من الحريه للتعبير، بيروحوا يعبروا في غرف الشات. بتلاقي حتى عفوا وانا يمكن يزعلوا مني ستات كثير، زوجات زيجانهم يضغطوا عليهم يخرجوا يسهروا ويكلموا تليفونات وكل شيء، وهي تنسحب للانترنت وتتعرف على ناس كثير وتختار اسم خيالي، وتلاقي شباب يقدروها ويعاملوها كويس، وفي المقابل